القصة بدأت لما جين مان وسونج مان كانوا هيولعوا في بعض وداخلين على خناقة جامدة، والناس اللي حواليهم كلهم أصحاب مشتركين فبقوا يحاولوا يهدوهم ويمنعوهم. الجو كان موتر جدا لحد ما هوي أرسن طلعت وفضلت تزعق فيهم عشان يوقفوا، وهونج بدأ يفوق وكأن الجانب الإنساني فيه رجع بعد ما كان متوحش. ما فيش غير لما البوليس وصل والدنيا هديت أخيرا، والاتنين اتاخدوا الاسم، والناس شايفة إن سونج مان يستاهل اللي حصل له عشان هو اللي بدأ وقعد يغلط بالكلام. الموضوع خلص بس أثره فضل في قلوب الكل. وبالليل أونا راحت لبار أرسن ودفعت تمن إزاز الباب اللي اتكسر، وبعدها جريت على الاسم عشان تطلع سونج مان. في الاول كان عامل نفسه فيها جامد ومش راضي يتكلم مهما ضغطوا عليه، بس اول ما اونا كلمته كلمتين اتوتر ووقع مغمى عليه. الدكتور كشف عليه وقال ان هو كويس بس واخد خبطه في دماغه، وسونج مان حس باحراج شديد وما بقاش قادر يستحمل وكان نفسه يعيط، ومن كتر الضغط جاب كل اللي في بطنه، واصحابه بصوا له وهم زعلانين جدا عليه. الموقف الاصعب كان لما وقعت منه عمله ب 500 وان في البلاعه، ونزل يحاول يطلعها بعصايه وسط ريحه وحشه، رغم ان اصحابه حاولوا يدوه فلوس اكتر بس هو رفض. في نفس الوقت هيسين اتصلت تسأل عليه، ولما عرفت حالته اتعصبت جدا وكانت عايزة تقتل جوزها ده. وبعد تعب سونج مان قدر يطلع الفلوس بس ما كانش مبسوط. راح بعدها على البار يدور عليه وبدأ يفضفض له عن كل اللي جواه، وقال له انه اتجرح كتير من كلامه ومش فاهم ليه بيكرهه كده. بعد ما خلص كلامه مشي وسابه وهو مستغرب. بعدها سونج مان قرر يسيب المجموعة ويودع صحابه، وكلهم اتصدموا لأن هما كانوا مرتبطين ببعض. وأنا راحت له وقابلته وخدته المطعم ولاحظت إن هو جعان جدا، وهو حاول يهزر معاها وقال ان هو فشل بنجاح. قلنا عرضت عليه تبقى جنبه وسألته عن الساعة اللي بيخبيها، قال لها انها بتقيس مشاعره، ولما كان لوحده في التلج كتبت كلمة وحدة. حكى لها عن بروده مع الناس وان هو بيحاول يخبي ضعفه جواه. قلنا كانت متعاطفة جدا مع التجارب اللي مر بيها سونج مان، وبدأت قصة الاتنين تاخد منحنى أعمق وأكبر، وقعدوا يتكلموا ويشاركوا بعض كلام عن الحب وازاي العلاقة بتتبني وتتكون من مشاعر كتير متلخبطة فيها حماس وسعادة وزعل وغيرة. قلنا وسونج مان وعدوا بعض ان هما هيفضلوا على تواصل دائم، وكانوا بيتمنوا ان اي حد يقع في مشكلة يلاقي صديق مقرب يونسه ويفضل جنبه زي سونج مان. في الوقت ده كان المدير بيحقق في سرية عن قلنا، وكان مأجر محقق خاص عشان يصور كل خطوة بتعملها. بس في يوم وبشكل غير متوقع الصبح في الشركة قابله في الأسانسير المدير تشوي ومعاه قلنا. المدير تشوي سأل المحقق عن الشغل وصل لحد فين، وهو كان واخد مهمة انه يدور على بنت سونج هي، وبين ان في حاجة مخلياه مش قادر يتكلم ولا يقول اي حاجة، والتوتر ده خلى المدير تشوي هيفرقع. وفي نفس الوقت قلنا كمان بدأت تدور ورا قصة والدتها سونج هي اللي طلعت وعملت مؤتمر صحفي عشان تنفي انها سبب بنتها بعد الطلاق. والمدير تشوي امر المحقق انه لازم يلاقي بنت سونج هي ويعتذر لها. في الأيام اللي فاتت كان سونج مان مركز في كتابة السيناريو، بس الموضوع ما كانش سهل أبدا، وبدأ يحس بتعب وتفكير لحد ما دماغه هنجت. وفي النهاية اتصل بزميل ليه عشان يلاقي عنده شوية مواساة، ولما زميله شافه بالمنظر ده وحس إنه صعبان عليه قرر يعزمه على أكلة مشاوي. وفي المطعم قابله سيو بالصدفة، وسونج مان ما كانش طايق الراجل ده، وأول ما خرج بره عشان يرد على التليفون سونج مان وصاحبه استغلوا الفرصة وقعدوا يتريقوا عليه ويشتموا فيه براحتهم. وبعدها رجع سيو قعد يغلط في قلنا ويقلل منها، وقال إنها منتجة فاشلة وإنها دايما بتنتقد السيناريوهات والكتاب اللي على وشك الافلاس وانها دون المستوى. الكلام المستفز ده خلى سونج مان يتضايق جدا وصاحبه كمان، وقال لسيو انه ما يستهزاش باي حد لان كل واحد ليه قيمته ومكتوب له قدره الخاص. ولما سيو اتقفل بقه وما بقاش عارف يرد حس بالكسوف والاحراج، فقام غير الدفه وهاجم سونج مان وقعد يتريق عليه انه ساب الشغل في مجال الافلام، وده خلى سونج مان يتنرفز اكتر. وفجاه وصلت صاحبتهم اللي كانوا متفقين معاها. البنت دي كمان كانت بتكره المخرجين الفاشلين اللي بيشتغلوا شغل اي كلام. في مخرج قبل كده خلاها تصور مشهد تقطيع ايد غرقانه في الدم طول اليوم، وصورت لفتره طويله لدرجه ان ايديها اتكسرت من كتر التعب. التلاته قعدوا يتكلموا ويتبسطوا، ومن زمان قوي سونج مان ما حسش بالفرحه دي. تاني يوم المحقق قابل سونج هي وبلغها ان بنتها هي قلنا، قال لها ان هم خدوا وقت طويل عشان يلاقوها لان قلنا غيرت اسمها وانها دخلت شركه شوي من اقل وظيفه كمساعده بعقد، وبعدها بقت تشتغل وتدرس عشان تحاول تقدم وتمتحن للمرحله الثانويه. والمحقق طمن سونج هي ان الناس اللي حوالين قلنا ما يعرفوش انها بنتها، وان قلنا عمرها ما استغلت اسمها عشان تترقى من شغلها بسرعه. وقال لها بحزن ان قلنا ما اخدتش حقها في التعليم كويس لان ابوها جاي هوي مات سنه 2008، وحاليا هي عايشه مع جدتها. جدتها اجدادها ماتوا من زمان. الحكايه ان ابو قلنا اتجوز للمره التانية، وقلنا عايشه دلوقتي مع جده الام بالتبني، وهي عاشت معاها من وهي عندها سنه، ورغم ان مفيش صله دم الا ان العلاقه بينهم قويه جدا وزي العيله الواحده. وحاليا زوجة الاب عايشه بتشتغل في اليابان، وقلنا هي اللي كانت مهتمه بيها وبتخدمها طول السنين اللي فاتت. نرجع بقى للي قعدوا يشربوا شربات لحد لما اتعموا.
سونج مان وهو قاعد في المترو عقله سرح في السما، كان بيتخيل ان فيلمه هياخد جايزة فيلم كوريا الجنوبية ال46، وقعد يعمل حاجات غريبة ويهزر لدرجة ان الناس بقت تتفرج عليه. وتاني يوم المدير تشوي نادى قلنا على مكتبه وبهدلها بسبب انها بتشوفه وبتراجع سيناريوهات وبتساعد سونج مان، لها انها بتاخد مرتب من الشركة وبتعمل شغل تاني بره، وده شيء مش اخلاقي، وامرها انها توقف تعاونها مع سونج مان فورا. الضغط ده من المدير خلى قلنا متضايقه، وبعدها جالها رسائل مزعجه من سيو، وقلنا عمرها ما حست باليأس والخنقه زي دلوقتي، وكانت بتتمنى لو ليها اخ كبير جدع وجريء يقدر يحميها كل ما حد يضايقها. وصاحبنا برضو عنده مشكله لانه مش لاقي مطرب مشهور يغني في فرح قريبه، المشكله دي خلته مش عارف يتصرف ازاي عشان يحلها. وفجاه افتكر صاحبنا الكلام اللي كانت قلنا بتشجعه بيه، وحس انه في شبه ما بينه وما بين الكلام اللي مكتوب في سيناريو سيو، حس كده انه اكتشف فضيحه سرقه ادبيه تاريخيه. سونج مان اتصل بصاحبه بسرعه عشان يقرا السيناريو، ولقى الجزء المسروق في سيناريو فيلم ألف باب. الحوار ده كان نفس أسلوب الكتابة بتاع قلنا. ساعتها قابل جاي هونج بره، والراجل اعترف إنه كان بيوعد قلنا في يوم من الأيام، ومنسيش يهين سونج مان ويقول له إنك طول عمرك هتفضل فاشل. بعدها صاحبنا كان متردد ومش عارف يبعت لقلنا، واستنى لحد ما هي بعتت تسأل عليه عشان يرد عليها، والساعة اللي في إيد كل واحد فيهم نورت باللون الأخضر، وده دليل إن الاتنين نجحوا في مداواة جروح بعض. سونج مان رجع لبيته وهو فرحان، ولما سيو راح له ما قدرش يواجهه، وفي نص الليل اتصل بجاي هونج عشان يضايقه، وقال لصاحبه يكمل نوم بس ما يقفلش الخط. كان كل اللي عايزه انه يفضفض ومحتاج حد يسمعه من غير ما يحكم عليه. اعترف ان اول فيلم ليه غطاء زجاجة الرغبة كان سارق فكرته من سونج مان، ده كان شغل سونج مان كاتبه وهو طالب في الجامعة، وكان عايز يهديه للبنت اللي بيحبها، لحد ما في يوم لقى السيناريو ده محطوط في تلاجة صاحبه، وعرف ان هما الاتنين خانوا مع بعض. ده خلى سونج مان يتجنن وشرب لحد لما اتعمى، وحكى القصة دي لسيو، ومن القصة دي سيو جاله الإلهام وكتب قصة عن زعيم عصابة جاب غطا ازازة بيحبها جدا واداها لصاحبته، بس اتفاجئ ان لقى الغطا ده في تلاجة زعيمه الكبير. بعد ما سرق الفكرة من سونج مان عاش في رعب وتوتر، وكان خايف ان سونج مان يفتكر كل حاجة، وفي الفترة اللي بعدها كان القلق والرعب واكلين عقله، وكان خايف جدا لما سونج مان يشوف فيلم غطا زجاجة الرغبة ويفتكر اللي حصل. وتاني يوم الصبح اتجمع فريق ذي اس بكل أعضائه، ووقف جاي هونج عشان يتكلم بالنيابة عنهم ويعبر عن رأيه. في الفريق ده كل واحد فيهم كان في يوم من الأيام بياخد أفكاره من سونج مان نفسه عشان يكتب سيناريو الفيلم بتاعه، وده يعتبر أكبر دليل على إن سونج مان له دور مهم جدا في الفريق. وقال جونغ سو ان هما لو مش موافقين ان سونج مان يرجع فهو هياخد سونج مان لنفسه، ومن هنا ورايح سونج مان هيكون مصدر الافكار بتاعه لوحده. لما لقوا صاحبته ساكته ما بتتكلمش بصوا لها، وقفت اونا عشان تدافع عن سونج مان لان بالنسبه لها سونج مان شخص موهوب جدا. وبعدها صاحبته اتصلت بيه وبلغت سونج مان ان سفينه الحب بينه وباونا شكلها هترسى على بر، دافت عنه قدام الكل. وفي فرح قرايبه قدر اخيرا انه يجيب مغني عشان يولع الجو، وفي اللحظه دي سونج مان حس بفخر وعزه نفس ما حسش بيهم قبل كده، واخيرا قدر يرفع راسه قدام قرايبه. بدا الحلقه بصوره سونج مان هو قاعد بيكتب على الكيبورد بتركيز شديد جوه اوضه مليانه كتب، وباين عليه انه لقى طاقه جديده ومحرك قوي اشتغل جواه بعد ايام طويله من التوهان واليأس. حاسس ان كل حاجه ماشيه بسلاسه، كأن في معجزه بتوجه ابداعه مع كل خبطه منتظمه على الكيبورد. الوقت ده صاحبه اتصل بيه عشان يبلغه بمفاجأة بخصوص مطعم ايجي، واتضح ان قلنا هي اللي رمت الطوب وكسرت ازاز المطعم من فترة قريبة، والسبب انها شافت جوزها وهو بيتكلم على سونج مان بطريقة وحشة في جروب الدردشة، وبسبب طبعها الصريح واللي ما بيتسكتش على الغلط قامت بينهم خناقة كبيرة. ساعتها تصرف اونا ده ما كانش مجرد تهور، ده كمان طريقتها في انها تدافع عن سونج مان في صمت وقوة على طريقتها هي ومن غير ما تفكر في العواقب. ولما سونج مان عرف بالخبر ده حس بذهول شديد وفي نفس الوقت اعجاب كبير بشخصيتها الجريئة والجامدة جدا، الست اللي شكلها من بره رقيق وهش بس من جوه قويه ومليانه عزيمه. ومن ناحيه تانية دار حوار مليان شد وجذب بين اونا وزميله ليها في الشغل، والزميله دي ما كانتش مكسوفه تعبر عن استغرابها وحتى استهزائها ان اونا معجبه بواحد شكله مش مستقر ولسه ما عملش كارير ثابت زي سونج مان، وقعدت تتكلم بكلام جارح وتنتقد اختيارها. لكن اونا ما سكتتش وردت عليها بقوه شخصيه وطلبت منها انها تواجه مشاعرها الحقيقيه بدل ما تمثل الطيبه وتتنهد او تبص بصه فيها سخريه ورا ظهر الناس. واكدت اونا بكل حزم انها مش هتسكت لو اي حد فضل يتريق او يتجاوز حدوده معاها او مع الناس اللي بتحبهم. والقوه دي من اونا بينت اكتر قد ايه هي شخصيه مستقله واثقه في نفسها وفي الحب وفي علاقتها الاجتماعيه المعقده.
في الوقت ده سونج مان بياكل وبيفضفض لصاحبه المقرب عن رغبته الشديدة في السعادة وخوفه المستمر عشان لسه مش لاقي مكانة محترمة ليه في المجتمع. في الوقت ده جاله رسالة من أن بتطمن عليه وقالت إن جدتها عملت شوربة كيمشي حلوة جدا وإنها عايزة تجيبها عشان هو وأخوه يدوقوها. وبعد تردد وصراع داخلي كبير سونج مان جمع كل الشجاعة اللي في الدنيا وبعت لها رسالة يطلب منها تتفضل تاكل معاهم. والغريب إن هما بسبب التخاطر اللي ما بينهم بعتوا لبعض في نفس الوقت عشان يعزموا بعض على العشاء. البطل ما قدرش يخبي فرحته وقام بسرعة ينظف الأوضة ويجري على بيته عشان يجهز كل حاجة. وسونج مان كان بيجري في الشوارع المليانة بالناس وركب الأتوبيس وطلع السلالم بسرعة جنونية عشان يلحق يوصل قبل ما قلنا تيجي. وبدأ ينظف الكركبة والأوضة اللي كانت مليانة أزايز وزبالة متراكمة عشان يخلي المكان شكله نظيف ومحترم على قد ما يقدر. بس فجأة دخلت أنا وفي إيديها علبة الكيمشي في مشهد صدفة غريب وقعدوا هما التلاتة حوالين طبلية الأكل المتواضعة ومعاهم الكيمشي. الجو كان هادي في الأول خصوصا إن أخو سونج مان كان مكشر وعامل فيها العاقل والمسؤول وده خلى سونج مان وقلنا يحسوا بشوية توتر. وفجأة سألها سؤال عميق وفلسفي: إيه هو هدفك الحقيقي في الحياة؟ كان عايز يعرف هي نفسها تكون إنسانة عاملة إزاي في المستقبل البعيد. وبعد ثواني من التفكير بصدق بصت أنا في عينه وردت بكل ثقة: نفسي أبقى أم قوية. وأكدت الكلمة دي من قلبها. وبقى الجو مؤثر جدا وقام راح يجيب كتاب وكتب عليه إهداء بخط إيده وبإخلاص واداه لأنا. وكان ده ديوان شعر من تأليف سونج مان ومعاه أمنية من القلب: إلى أنا، أتمنى إنك فعلا تبقي الأم القوية اللي بتحلمي بيها. الاهتمام ده خلى أنا تتأثر جدا وعينيها دمعت وهي بتاخد الهدية دي وكانت اللحظة دي مهمة جدا. وفي مكان تاني في كوكب الشغل المشحون في شركة الإنتاج قامت خناقة كبيرة بين المخرج كونغ سي وست مهمة معاه في الشغل. الطرف التاني كان طالب يضيف وكاتب سيناريو تاني للعمل في المسلسل المكون من 8 حلقات لأن هم خايفين إن كونغ سي ما يقدرش يستحمل كمية الشغل والضغط. وده جرح كبرياء المخرج جدا وهو اللي بيعتبر كل عمل بيعمله هو ابنه اللي بيتحكم فيه ومحدش غيره يعمله. والست دي ما سكتتش واستخدمت كلام حاد وقوي عشان تواجه تعنته وقالتها في وشه بكل صراحة إن طريقته القديمة والعنيدة بتودي المشروع في داهية وبتأذي الشغل. ما ترددتش إنها تديله كلمتين في الصميم وتقول له إنه كبر وإن أعماله الأخيرة بتبدأ قوية وتخلص ضعيفة من غير أي إبداع جديد. ظهور اسمه أنا اللي الناس بتقول إن عندها قدرة سحرية تحيي السيناريوهات الميتة كان ضربة قوية في كبرياء كونغ سي وإجباره إن هو يعيد التفكير في عناده. بعد ما العصافير خلصوا عشاء وسابوا البيت في جو مليان مشاعر سونج مان وقلنا مشوا مع بعض في شوارع بالليل وكانت هادية. وسونج مان بدأ يعتذر عشان ما كانش يعرف إن أخوه هيرجع البيت بدري بس عكس ما كان فاكر. قلنا كانت عادية ومرتاحة وحكت إنها عمرها ما فكرت إن حياتها ليها هدف معين. وهم بيكملوا مشيهم الاتنين جالهم رسالة على الموبايل من مشروع إبداعي هم الاتنين كانوا مقدمين عليه. وسونج مان فرح جدا وقعد يبهى إن المشترك رقم 4000 وهو الرقم الأخير في التقديم أصلا وقلنا طلع رقمها 38. والصدفة دي حسستهم إن في رابط ورباط قوي بيربط بينهم حتى في الأرقام اللي بتبان ملهاش معنى. في الوقت ده قلنا جالها مكالمة من رقم غريب واللي على الخط قال إن هي مامتها. وفي لحظة ملامح قلنا اتغيرت وبان على الحزن والارتباك الشديد. التغيير المفاجئ في ملامحها بيوضح إن قلنا بتحاول تكتم وتخبي ماضي عائلي معقد جدا. وفي كافيه ايفت الجو كان مشحون جدا لان المدير كان عمال يزعق لقلنا بسبب طريقتها لادارتها للسيناريو. كان متضايق جدا ان السيناريو اتبعت للممثل على طول من غير ما يعدي عليه او يمر بالاجراءات الرسميه بتاعته. ده ظهرت النجمه تشانغ مي بشكل مبهر وغيرت الجو تماما. نزلت من العربيه الفخمه وهي لابسه نضاره شمس شيك ودخلت الكافيه وهي مغروره وواثقه في نفسها زياده عن اللزوم وبدات تشتكي من حالها في الشغل وقالت ان الغنى في الفرح بيجيب مشاهدات اكتر من الافلام السينمائيه اللي هي بطله فيها. هو بقى محرج جدا لحد ما قلنا قررت تتكلم وبدل ما تحس بالخوف او الانكماش قالت رأيها بكل صراحة. قلنا شايفة ان العيب الكبير في الشخصيات اللي بتمثلها مي سانج هو انهم دايما عقلانيين قوي ونمطيين وفي الحقيقة انها جواها جاذبية وطبيعة برية وجريئة اكتر وعشان كده طرحت سيناريو جديد بعنوان مثير: امرأة مرعبة. الشخصية دي مش بتفكر بعقلها ولا بتحسبها، دي بتمشي ورا احساس قلبها وبس. واكدت قلنا ان الدور ده هو اللي لايق جدا على كاريزما مي سانج الحقيقية. وفي مستودع قديم كان تشانغ مان عمال يدور بحماس عشان يسترجع ذكرياته من وسط الحاجات القديمة ولقى حاجات مهمة زي شهادة الماجستير بتاعة زين مان وصور قديمة بتوري عائلة سعيدة وشهادة ميلاد الطفلة الصغيرة شياوشي. وبالأدلة دي تشانغ مان راح مركز حماية الطفولة عشان يدور على معلومات عن التبني.
هناك حس بضيق شديد لما عرف ان هما ما يقدروش يقولوا اي حاجه عن الاباء بالتبني قانونيا الا لو هما موافقين. الاجابه اللي بتقول ان موافقه الام بس كفايه لو الاب مش معروف وقعت تشانج مان في بحر من اليأس. وبعد المقابله دي قعد تشانج مان مع صاحبه، وهناك تشانج مان بدا يحكي عن مشاعره المتلخبطه وشوقه وجروحه اللي ما خفتش ابدا. الحلقه كملت بمكالمه تليفون بين سونج هوي وانا، وفي الوقت اللي سونج هوي كانت بتحاول تتكلم بكلام حلو ووعود بانها تعوضها، كانت انا بترد عليها بقوه وشراسه وقالت لها ان اللي بتعمله ده مجرد تريح ضمير، مش انها بتحبها بجد. واللحظه الاهم كانت لما سونج هي استلمت جايزه احسن ممثله، وتحت الاضواء والناس بتسقف قالت كلمه مؤثره جدا، بس ورا الابتسامه دي كانت في دموع حقيقيه نازله من عينيها وهي بتفكر في بنتها، في الم واحساس بالذنب جواها. وفي نفس وقت الحفله ظهرت ذكريات طفوله أنا الحزينه، صوره الطفله الصغيره وهي لوحدها في البيت الفاضي وضحت حجم المأساة العائليه والضريبه اللي اتدفعت بسبب الطموح. اما في المركز النفسي بتاع اكس انفيت، اتفاجئ سونج مان لما الاخصائي قال له ان النظام سجل مرتين كان فيهم سونج مان في حاله نفسيه مش مستقره، ولما شغلوا التسجيل الصوتي سونج مان اتصدم لما سمع نفسه. كان صوت أنا وهي بتترجاه ما يعملش حاجه مجنونه، وبعدته انها تعمل رز بالكيمشي عشان تهديه وهو في حاله انهيار. وبعدين الاخصائي قال لهم معلومه صادمه، ان في مستخدم تاني رقم 38 عنده نفس المشاعر والحاله، والشخص ده ما هو إلا أنا، والاتنين جواهم صرخة استغاثة مكتومة. ولما خرجوا من المركز سونج مان وأنا اتقابلوا بالصدفة في الشارع اللي متعودين عليه، ومن غير ولا كلمة وبس بنظرات مليانة فهم وتأثر حسوا ببعض وبوجعهم. وأنا ما قدرتش تمسك نفسها وفضلت تعيط بحرقة وجريت حضنت سونج مان في نص الشارع. الحضن ده ما كانش بس مواساة، ده كان رسالة إن من هنا ورايح مش هيكونوا لوحدهم يواجهوا مشاكلهم النفسية. وباب المركز اتقفل وفتح رحلة جديدة لما الاتنين بدأوا يتعلموا ازاي يتقبلوا جروحهم. هو كان بيسأل نفسه يا ترى ايه الطقس اللي المفروض يعمله لأنا، وظهرت أنا في مكان مليان شمس وابتسمت ابتسامة هادية وقالت انها بتحب كل انواع الهواء اللي في الدنيا. الجزء ده خلص، استنوا في الجزء الجديد الجاي في الحلقة اللي جاية، ومن هنا لحد الحلقة اللي جاية اشوفكم على خير، باي.